اهلا بيكم في فيديو جديد، وبقالنا كتير ما اتكلمناش عن افلام جديده. المره دي فيديو مميز لان في 4 افلام نزلوا وانا الحمد لله اتفرجت عليهم كلهم، فلازم نتكلم عن اول فيلم معانا. هو فيلم انيميشن بطوله صوتيه لادم ساندلر، وهو فيلم ليو. وفيلم تاني من اخراج ديفيد فينشر اللي قدم لنا 7 وفايت كلاب، وهو فيلم ذا كيلر. والفيلم الثالث وهو احدثهم للمخرج ريدلي سكوت، مخرج فيلم جلاديتور، وهو فيلم نابليون. واخيرا الفيلم المنتظر واللي اسمه طويل شويه الصراحه، ذا هانجر جيمز بالاد اوف سونج بيردز اند سنيكس. اسمه هيتعبني في الفيديو عامه. فقبل ما نراجع كل فيلم ونقيمه لازم افكرك ان انت تعمل لايك، لان ده فعلا بيفرق معايا جدا وبيشجعني ان انا اكمل. ولو مش مشترك في القناه فيا ريت ان انت تنزل تعمل سبسكرايب، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه. خلاص بقى اقل من 2000 ونوصل 100000 سبسكرايبر يا جماعه. بقالي تقريبا 10 فيديوهات بقول للناس ان انا نفسي اوصل 100000 سبسكرايبر. طب ايه، طيب مش تعملوا حاجه؟ لاول مره بنشوف سحليه بتتقدم كشخصيه موجهه للاطفال بهدف ان هي ممكن في يوم من الايام تتحول للعبه. الفيلم من انتاج شركه هابي ماديسون لادم ساندلر، وبرده من بطولته الصوتيه. مفيش حاجه مش هيعملها في الفيلم ده، كان ناقصه الاخراج بس. ليو سحليه عاشت طول عمرها في مدرسه ابتدائيه، عدى عليها اطفال كتير، لكن مع الوقت ليو بدا يحس انه كبر في السن، عمره قرب من ال 75 سنه، وده السن اللي السحليه غالبا بتموت فيه. بس ما كانش لوحده في القفص، معاه سكويرتل سلحفه ويعتبر هو صديقه الوحيد. بتبدا رحله ليو انه يهرب من المدرسه ويكون في حديقه عامه حره اخيرا. وهنا مدرسه الفصل الجديده بتخلي كل طالب ياخد معاه ليو للبيت لمده يوم واحد، ولكن ليو كل مره بيحاول يهرب في حاجه بتمنعه. القصه لازم تعرف ان هي مش افضل قصه هتتفرج عليها، ولا اكتر قصه تجذبك انك تتفرج حتى، ولا حتى قصه مختلفه، بس ببساطه هي قصه حلوه. فيلم بيتقدم مخصوص للاطفال، بيعلمك ازاي الاطفال بتفكر، ايه المشاكل اللي بيقابلوها وازاي تتعامل معاهم. ولو انت كبير فممكن تتفرج برضو عادي، لان في مشاكل هتشوفها وهتفتكر نفسك وانت طفل قد ايه كنت بتتخيل ان الحياه صعبه، بس في النهايه الدنيا بتمشي. الاداءات الصوتيه في الفيلم ما كانتش سيئه، ولكنها مش الافضل ابدا. ادم ساندلر هو ادم ساندلر في الفيلم زي ما متعودين منه، وما بيقدمش اي جديد. في نفس الوقت الفيلم فيه اغاني كتير شويه، او مش كتير شويه، كتير شويتين، لان زي ما قلت لك الفيلم موجه شويه للاطفال. مش افضل اغاني هتسمعها، ولكن فيها الطابع الكوميدي اللي ممكن تخليك تبتسم. فيلم ليو كان مفاجئ، ما كانش متوقع منه ان هو يقدم اي حاجه، بس فكره ان هو بيلعب على المعاني السهله والبسيطه، المعاني الجميله فعلا، بدل افلام اليومين دول اللي حرفيا بقت عباره عن اجندات مش هخلي طفل يتفرج عليها. لا، انا شخصيا ما اتفرجش عليها. عجبني تقديم شخصيه ليو انه كبير في السن، وده هنا بيعلم الاطفال ان ساعات لازم ياخدوا دروس من الاكبر منهم، لانهم شافوا كتير وعندهم خبره اكتر. وقبل بقى ما نروح للفيلم اللي بعده، فتقييم الفيلم ليو هو 7 من 10. ونروح للفيلم اللي بعده اللي عمل لي احباط بصراحه، هو فيلم ذا كيلر. واحد من احلى افلام الاثاره والتشويق لو كان نزل في التسعينات، انما دلوقتي فلازم نتكلم. Don't give a محدش يقدر ينكر ان ديفيد فينشر من افضل المخرجين الموجودين حاليا، وعنده اكتر من تحفه فنيه وافلام ايقونيه زي 7 وفايت كلاب وزودياك. لكن ديفيد فينشر قرر في فيلمه الجديد ان هو يلجأ للاسلوب اكتر من المضمون. ستايل اوفر سبستنس. الفيلم متصور بحرفيه، الوان مثاليه توصل شعور بالتوتر والرهبه مع بطل الفيلم اللي بيقوم بدوره مايك فاسبندر، اللي بيقدم شخصيه قاتل مأجور بارد المشاعر، ما بيترددش لحظه في عملياته، لكن مجرد ما بيغلط الوضع بيخرج عن السيطره وبيبدأ يحاول الوضع بطريقته. فيلم ذا كيلر من نوعيه الافلام اللي بتتكلم عن قاتل متسلسل، عنده وجهات نظر فلسفيه عن الحياه، بيحب يسمع اغاني وهو بينفذ عملياته. قصه تبان من بره جذابه وتخليك تتحمس ان انت تتفرج عليها، لكن بمجرد ما تبدا بعد نص ساعه بس من الفيلم هتبدا تكتشف ان هو فيلم استعراضي. ديفيد فينشر بس بيبين لك في فيلم ذا كيلر ان هو مخرج جامد، كادرات تصوير خرافيه، اسلوب في وصف المشاهد المكتوبه على الشاشه مش طبيعي، كانها قصه حقيقيه فعلا. الفيلم من كتابه كيفن اندرو وولكر، وده نفس الراجل اللي شارك في كتابه فيلم 7 مع ديفيد فينشر. فكون ان الاثنين دول يتجمعوا مع بعض، انا كنت متوقع اني هشوف ملحمه من الاكشن والاثاره والتشويق. بس للاسف الفيلم ما بيقدمش اي جديد في النوع ده من الافلام اللي بتحكي عن قاتل مأجور بيسعى للانتقام بطريقته المعتاده. فيلم ذا كيلر انا كان ممكن استمتع بيه اكتر لو ما كانش لديفيد فينشر، لان ديفيد فينشر يعني فيلم افضي يومي مخصوص ساعتين اتفرج على فيلم ليه. وعشان كده فتقييم الفيلم ذا كيلر هو 6.5 من 10. ونروح بقى للفيلم اللي بعده، هو احدثهم في الفيديو، هو فيلم نابليون، اللي كان محبط شويه مقارنه بالبادجت اللي اتصرفت على الفيلم، اكتر من 200 مليون دولار. عندنا المخرج اللي اخرج واحد من اعظم الافلام الحربيه التاريخيه، فيلم جلاديتور. ريدلي سكوت بيرجع يتجمع مع ممثل عظيم وهو خواكين فينيكس في ملحمه تاريخيه جديده، قصه واحد من اعظم القاده والشخصيات في اخر كام 100 سنه. بس لازم نقول في الاول ان فيلم نابليون تقنيا من افضل الافلام اللي نزلت السنه دي، من ديكور وازياء ونقل مثالي للحقبه اللي بيحكي عنها الفيلم. اما بقى من ناحيه سرد القصه فحرفيا انت بعد ساعه ونص من الفيلم ممكن تلاقي نفسك ماسك موبايلك وخلاص على كده. Whose country are we in?
كل مشهد في الفيلم لوحده عظيم، بس لما تجمعهم مع بعض مفيش هدف اساسي للقصه. ريدلي سكوت شايف ان اي حد ما عجبوش الفيلم ده فهو ما بيفهمش، وده باين من تصريحاته قبل ما الفيلم ينزل، قاعد سنه يتكلم عليه، وبعد ما نزل برضه نفس الكلام. المشكله مش في الفيلم، المشكله فيك انت لو ما عجبكش. وانا هنا عايز اقول ان نابليون مختلف تماما عن اوبنهايمر، لان كريستوفر نولان كان عنده ماتيريال اكتر على شخصيه روبرت اوبنهايمر، ومع ان ريدلي سكوت كان برضه عنده ماتيريال عن شخصيه نابليون، الا ان اتجاه الفيلم في التركيز على احداث جانبيه كتير وتجاهل الحدث الرئيسي او الشخصيه الرئيسيه اللي معانا اللي اتعمل عنها الفيلم في الاساس، وهو نابليون. ودي كانت اكبر مشكله في الفيلم. انا كواحد بتفرج مش عارف اركز على خط واحد للاحداث بحيث ان انت تشرحه لي كده من اوله لاخره، بس ريدلي سكوت بيديك من كل حاجه حاجه. الكلايماكس في الفيلم كان بينها وبين النهايه اكتر من 20 دقيقه، وممكن تكون اكتر، ده اللي انا فاكره، ودي مشكله في نهايه الفيلم. وكنت اتكلمت عن قواعد لكتابه نهايه عظيمه لاي فيلم، كان فيديو لذيذ الصراحه، فهبقى اسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. نابليون كان ممكن يكون افضل من كده، وعايز اقول لك ان النسخه اللي نزلت في السينما مش النسخه الكامله اللي هي كان مدتها ساعتين و40 دقيقه تقريبا يعني، واللي هم كانوا كتير اصلا. اما بقى النسخه اللي هتنزل على المنصات هتوصل ل4 ساعات. انا مش قادر اقنع نفسي ان انا ممكن ارجع اتفرج على الفيلم ده لمده 4 ساعات. وده يخلينا نروح لتقييم الفيلم نابليون، وبصراحه انا مش عايز اظلمه. تقييمي لفيلم نابليون هو 6.5 من 10، وكل ده وانا ما اتكلمتش عن الاخطاء التاريخيه اللي في الفيلم، وانا مش خبير يعني، بس بصراحه انا شفت كذا واحد بيتكلم عن النقطه دي. ونروح لواحد من اكتر الافلام المنتظره وهو اطول اسم في الفيديو، The Hunger Games Ballad of Songbirds and Snakes. لو انت اتفرجت على سلسله The Hunger Games فعايز اقول لك ان فرانسيس لورنس بيرجع لنا بطابع الافلام السوداويه والعنيفه، مع ان الفيلم PG-13 يعني يعتبر مناسب للعيله، الا ان انا شايف الصراحه ان هو مش انسب حاجه للاطفال ابدا، خصوصا الفيلم ده لان هو بيركز اكتر على فكره ان الاطفال بقوا يقتلوا اطفال. الفكره دي كانت بتتناقش في الاجزاء القديمه من السلسله، بس الفيلم ده بيركز عليها اكتر. ايه هي الحقيقه ورا اللعبه دي؟ Enjoy the show. وطبعا انت اكيد عارف ان احنا مش هنشوف جينيفر لورنس في الجزء ده من السلسله، لان قصه الفيلم قبل احداث السلسله، وتحديدا في الدوره العاشره من الهانجر جيمز. لو هنقسم الفيلم ده على 3 اجزاء، فاول جزئين كانوا ممتعين بشكل مش طبيعي. فكره اللعبه اللي بنشوفها من تاني مع شخصيات جديده بتتقدم في عالم ذا هانجر جيمز، كانش عندي مشكله مع اي شخصيه، لكن نهايه الفيلم او الجزء الثالث تحديدا كان محبط وغريب ومش مفهوم. الفكره انك بعد كل البناء اللي حصل في اول جزئين من الفيلم ما اقدرش اقول ان هم رموه في البحر، بس النهايه كانت ممكن تكون احسن بكتير بصراحه. كميه المعلومات والتفاصيل اللي في الفيلم ده بشوفها كتير على فيلم واحد مدته ساعتين. الشخصيات ما كانش عندها العمق الكافي اللي يخليني اتعلق بيها زي الشخصيه اللي قدمتها جينيفر لورنس في اول جزئين من السلسله. ودي من المشاكل اللي قابلتني في تجربتي مع فيلم ذا هانجر جيمز الجديد، انه من الاول من خلال المشاهد والفلاش باك انه هيقدم لك ملحمه في النهايه، بس انت لما بتخلصه كده يعني بتقول لنفسك اوكي حلو. ويمكن لاني ما قريتش الكتب فده اثر على تجربتي للمشاهده، لان في تفاصيل كتير بصراحه انا ما فهمتهاش، بس الناس اللي قروا الكتب اكيد هيستمتعوا بالفيلم ده اكتر مني بصراحه. بس كواحد ما قريتش الكتب وما اعرفش عنها اي حاجه، فانا كنت مبسوط بالتجربه دي. وتقييم الفيلم ذا هانجر جيمز بالاد اوف سونج بيردز اند سنيكس، اخيرا خلصت العنوان، هو 7.5 من 10. وايوه ده فيلم يستحق ان انت تشوفه في السينما. لو اتفرجت على كل افلام السلسله فانت لسه فايتك كتير لازم تشوفه. لو وصلت لحد هنا قول لي اكتر فيلم عجبك اتكلمت عنه في الفيديو، ولو في افلام ما اتكلمتش عنها فممكن تقولها لي تحت في الكومنتس، بحيث ان انا كل فيديو اجمع 4 افلام اتفرج عليهم ونتكلم عنهم في فيديو واحد. انا شايف ان انتوا بتحبوا الموضوع ده اكتر من ان انا اعمل فيديو واحد لكل فيلم، ده غير طبعا ان الموضوع هيبقى متعب بالنسبه لي. فاستنى ارائكم تحت في الكومنتس، خلونا نتناقش. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيفرق جدا، فخلونا نوصله 5000 لايك. ولو مش مشترك في القناه فممكن تعمل سبسكرايب دلوقتي، تدوس على الجرس الصغير اللي جنبه عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول. وما تقلقش يعني انا ما بعملش ازعاج في النوتيفيكيشن، انا بنزل فيديو كل اسبوع مثلا. وفي ممبرشيب لو حابب ان انت تدعم القناه ماديا، لو عايز تشوف محتوى اكتر، عندك فكره او موضوع معين للفيديو الجاي فممكن تقوله لي ونتناقش فيه سوا. انا علاء اسماعيل نون از موفي هاسلر، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش ان انا موجود على الانستجرام، بنزل هناك ريلز ومحتوى قصير، فلو مهتم اعمل لي فولو. وبس كده، اظن ان ده كل اللي كان في الفيديو، فسلام.